السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من جنبو. ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتعلم فيه ان احنا نبطن الخوذة من جوه. بمعنى ان انا عندي خوذة، فبشيل المحتويات اللي جواها عشان خاطر الطبقة دي بتبقى طبقة سخنة. فطبعا احنا في الدولة بتاعتنا مصر الدنيا بتبقى حر، درجة الحرارة بتعدي 42 وفي الصعيد 45. فطبعا لبسها بيبقى سخن جدا، وخاصة الخامة دي بتبقى شتوية أكتر، بتبقى متناسبة دايما مع الدول الأوروبية، ولكن معانا احنا بتبقى سخنة جدا وحر جدا، ومحدش فينا بيلتزم بالخوذة يمكن بسبب الخامة دي، بغض النظر عن اننا لما بنسوق الموتوسيكل بنلبس الخوذة او لا. لكن في ناس تحب ان هي تلبسها كأمان وفي نفس الوقت كالتزام. فاحنا ان شاء الله هنتعلم ازاي نبطنها. وكمان انا شلت جزء من الفلين، طبعا ده غصب عني، يا ريت ما حدش يغلط الغلطه بتاعتي. هنحاول ان احنا نحوش الفلين ده اصلا، وهنبطن ونغير القماش ده بحيث ان احنا هنفكه ونقص زيه بالظبط. يمكن لو نلاحظ كده، نركن كده الخوذة على جنب. القماش زي ما انتوا شايفين كده اهو، عبارة عن قوس من الناحية اليمين وقوس من الناحية الشمال، وفي النص كده قماشة معمولة بالمنظر ده. طبعا ده هنفكه، وبالتالي هنقص عليها قماش يكون قطن او ناعم طري، بحيث ان احنا نعرف نعمل واحدة زيها نبطن من جوه ومن بره. وبعد كده هنرجعه تاني في الخوذة بحيث ان احنا نلزقه زي ما كان معمول بالشمع، ونشوف النتيجة في الآخر، بحيث إن احنا نعمل بطانة تكون إلى حد ما خفيفة ناعمة وطرية في نفس الوقت، تبقى مناسبة للصيف بتاعنا وتدي شكل كويس للخوذة. تابعوا كده معايا. طيب زي ما انتوا شايفين كده بحرص بالمقص بتاعي فكيت البطانة اللي هي القماش اللي كان موجود السخن ده. فاتكون عندي شكلين زي ما انتوا شايفين كده، شكل نص دائري وشكل نص دائري، وشكل كده واخد لحد ما تقوس. المفروض ان انا هجيب كل واحدة وابدأ ان انا اجيب القماش بتاعي ايا كان نوع القماش، مثلا حاجة زي كده. ايا كان نوع القماش بتاعك، عندك قماش قديم، قماش مستعمل، قماش مش عارف ايه، هتستعدل حتة كده وتبدأ ان انت تحط كده عليها، وتبدأ ان انت تعمل نفس الاشكال بس مع طول لتحت كده اطول، بحيث ان احنا في الخياطة هيبقى فيه جزء متاخد بحيث ان انت بتخيط. فعشان خاطر تبقى نفس المقاس، فاحنا هندي مثلا 2 سم كده زيادة في القماش في الطول بالنسبة لتحت، ولكن هيبقى نفس الايه، نفس الشكل كده زي ما انتوا شايفين بنفس العرض ونفس الطول. هنعمل كوبي وبيست كده بحيث ان احنا نطابق الاشكال، عشان خاطر هنعمل كفر من بره وكفر من تحت. يعني كفر من اللي هي زي كده، هنعتبر ان احنا عندنا البطانة بتاعتنا احنا هنستخدم السفنج، فهنعتبر البطانة بتاعتنا كده هنجيبها هنغطيها من ورا ومن جوه، ونبدأ ان احنا نخيط، وكل ده هيتدارى جوه الايه، الخوذة. خليكم معايا. طيب زي ما انتوا شايفين كده بالقلم بتاعي الالوان مع القماشة، وحاولت ان انا اعملها كده بالقلم بحيث ان احنا ايه، هنبدأ القص. تمام كده، وزي ما انتوا شايفين عملت طبقة من اللي انا كنت عامله قصه وخيطته. طبعا اللي مش عارف يخيط هحط له الفيديو بتاع ازاي تعمل خياطة كده بتاعة مكنة عن طريق الإبرة. ولو انت عندك مكنة يستحسن ان انت تخيط بيها. انا مستخدمتش المكنة، انا استخدمت الخياطة اليدوية، ولكن بنفس طريقة خياطة المكنة. بسيب لكم الرابط. المهم انت بتلزق القوسين زي ما احنا اتفقنا كده، ادي القوس من ناحية وادي القوس من ناحية، ومن فوق بتشبك اللي هي الزاوية اللي هي بالطول دي، بحيث ان انت يبقى معاك الشكل ده، بحيث ان هو بيبقى مفرغ من جوه. عملت واحدة تاني برضو نفس الكلام، بحيث ان انا برضو عملت واحدة هتتحط فيها السفنج المضغوط، والتانية هتتحط كده فوقيها
بحيث ان طبقة زي ما احنا اتفقنا، طبقة من بره وطبقة من جوه، بحيث ان احنا هنغلفها. يعني دي كده هتتحط من ايه، من جوه، وهي هنا من بره. يبقى انا كده هبدأ ان انا اخيط كده وكده وكده، بحيث ان انا اقفل السفنج بتاع. وهبدأ برضو اضيف حتة سفنج من هنا وحتة سفنج من هنا من الجنبين بتوع الخوذة. يعني هو كده تبدأ المنطقة دي كلها، واحط سفنج من هنا وسفنج من هنا، وبرضو هخيط بحيث ان انا اقفل، بحيث ان البطانة كلها تبقى موجودة مغطية كل المنطقة. ده قافل وده قافل وده قافل، يبقى المنطقة كلها مبطنة بسفنج منه. تدي حبكة على الدماغ عشان خاطر الخوذة ما ترقص منك وانت لابسها، وفي نفس الوقت تبقى مديالك حماية من كل ناحية. تمام زي ما انتوا شايفين كده، تمام زي ما انتوا شايفين كده، ادينا وصلنا للمرحلة دي ان احنا جبنا القماش وبطلنا بيه البطانة. وطبعا الخياطة زي ما انتوا شايفين، طبعا ما سيبك من الشكل ده، كل ده بيتدارى اصلا اول لما بتلبس الخوذة وبتحط الغطا. اصلا راسك بتبقى مغطية كل الجزء اللي جوه ده، فكل الخياطات والحاجات اليدوية دي مش هتبان اصلا، ولكن هتدي لك نعومة، وتبقى العملية كده طرية بالنسبة لك، تبقى سهلة. سفنج كتير واحسن من الفلين اللي كان محطوط تنجيد كده، بس ايه النظام يعني شغل يدوي، ولكن هيديلك القطن ده، هيديلك القماش القطن ده هيديلك راحة في نفس الوقت. ايه كمان انت ممكن تعملها بقماشة قطن بس تكون اسود. انا كان متوفر عندي اللون الابيض، وزي ما انتوا شايفين كده طلع بالمنظر ده. كل الشكل ده مش هيبان مجرد بس ما انت بتلبسها. الخوذة اصلا بيختفي شكل البطانة دي مع الراس، وكل اللي بيبان شكل الخوذة بس من بره. يا رب أكون أفدتكم بأي معلومة، ويا رب كل اللي عنده خوذة بايظة أو ما بيستعملهاش، أو البطانة بتاعتها اتاكلت، أو بدأت إن هي تبقى يعني بقت جربانة شوية من كتر الاستعمال وكده والعرق وكده، فده أحسن حاجة وأحسن وسيلة، وبكل سهولة تقدر إن أنت تحوشها وتروح غسلها في الغسالة، وبعد كده ترجع تحطها تاني. هي بكل سهولة بتثبت بشمع، يعني انت بتثبتها بتحط شمع وبعد كده بتحط البطانة دي وبتلزق في الخوذة، وحتى كمان من غير شمع هتلاقيها لازقة. تمام، وبس بتقدر بكل سهولة بعد كده تستخدمها إن شاء الله، حتى تغسلها كل أسبوع. هتبقى العملية سهلة، ما تبقاش لابس حاجة وسخة في نفس الوقت، تبقى حاجة طرية مناسبة صيف وشتاء، وكمان تديلك حماية، وتبقى معاك في الايه في المكنة، ما تبقاش يعني متضايق وانت لابسها. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، سيب كومنت لو عندك اي سؤال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.